السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى مع بعض المقلوبة حبايبي. معايا كده زهرة كبيرة قرنبيط، ومعايا طماطم وبصل وفلفل، ومعايا بهارات، ومعايا بتنجان، ومعايا بطاطس، ومعايا بسلة، ومعايا جزر، ومعايا فرخة قطعتها قطع كده عشان نشوحها ونعمل بقى المقلوبة. وست الكل معايا اهي عملت ليا التوم عشان اشوح بقى الفرخة بيها. الاول اهم حاجة هحط حلة مية على النار تغلي، واحط بقى فيها شوية ملح، وعشان احط بقى فيها ايه القرنبيط بتاعنا. بس انا ما حطيتش المرة دي في القرنبيط شوية كمون. الكمون بيشيل الغازات يا حبايبي في القرنبيط. هحط القرنبيط في قلب المية عما تاخد غلوة كده. انا مش عاوزاها ايه مستوي جامد. وراها احط بقى ايه البسلة تتشوح شوية على النار. حطيت شوية زيت، وحطيت بقى البسلة انا كنت غسلاها وصفتها، وحطيتها في قلب الطاسة. حطيت عليها شوية ايه بهارات، 7 بهارات يا حبايبي. وكده معايا القرنبيط يا حبايبي اتسلق. وطفيت عليه وجبت حلة وكنت غسلاها وحطيتها بقى على النار عشان ايه اشوح فيها الفرخة. عما ايه احمر شوية الحاجات بتوعنا عشان نحطها بقى في الحلة من تحت. انا جبت حلة دلوقتي حطيت فيها شوية زيت، وبعد كده هحط بقى فيها التوم يا حبايبي. ياخد كده تسفيرة، وبعدين هحط ايه الطماطم والفلفل بتاعنا والبصل تشويحة، واحط بقى على ايه الفرخة يا حبايبي. حبايب قلبي اللي مشتركش في قناتي ممكن تشتركوا فيها، تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في قناتي المتواضعة. انا بحط دلوقتي يا حبايبي الفرخة في الحلة، بس أنا عشان تتشوح، بس انا مقطعاها قطع صغيرة علشان هحطها في الحلة من تحت. هحط كل الفرخة. عندي فرخة معايا 3 كيلو يا حبايبي، قطعتها قطع كده كلها علشان ايه تتشوح معانا، وحطيتها في قلب الحلة. برصها اهوت حاجة حاجة، وهتجيب البهارات بتاعتنا ايه ونحطها كمان عليها. انا معدية بقى علشان تتشوح كده ايه براحتها. اما اكون ايه انا ما صفيت القرنبيط بتاعنا، وهمسك بقى الحاجات بتاعتنا نشوحها حاجة حاجة، واوريكم انا بعملها ازاي. تمام كده يا حبايبي. انا حطيت دلوقتي ورق لورو وحبهان، وهجيب شوية فلفل اسمر صغيرين و7 بهارات ومرق الدجاج، واحطهم عليها. وبعدين هجيب بقى طاسة نحط فيها شوية زيت عشان نمسك بقى ايه حاجة حاجة ونعملها بقى معاكم. انا حطيت كده شوية زيت صغيرين، اصل انا هشوح الحاجة ومش عاوزاها متحمرة يا حبايب قلبي، تشويحة كده بسيطة. انا جبت البطاطس هشوحها في قلب الزيت شوية، واجيب الحلة بتاعتنا وارصها فيها. هحط البطاطس الاول عشان البطاطس معانا تخينة وتستحمل سوا معانا في الحلة بتاعتنا والمقلوبة بتاعتنا الحلوة الجميلة يا حبايبي. هرصها كده حلو. وهجيب بقى القرنبيط عشان انا عاوزة القرنبيط يا حبايبي ياخد ايه تسفيرة كده، وهحطها برضو في الحل. وهجيب برضو البتنجان بتاعنا، وهجيب كمان الجزر وايه وهشوحه. البتنجان انا اخليه لون مصفر يا حبايب قلبي. هرص القرنبيط، وهروح ارص بقى البطاطس في قلب الحله من تحت واوريها لكم. انا برص القرنبيط كده كويس جنب بعض. اعمل كده يا حبايب الطاسه، وبعدين هسيبها 5، وبعدين هرجع اقلبها مع الناحيه التانية. تمام كده. نرصها واحده واحده. تمام كده يا حبايبي. انا حطيت يا حبايبي ال البطاطس، وبعدين حطيت بتنجان، وبعدين حطيت آه، القرنبيط، وحطيت الفراخ، وبعد كده حطيت كمان البسلة بتاعتنا والجزر يا حبايبي.
وكان كمان معايا بتنجان حطيته، ورصيت رقة ورقة، يعني مرة بطاطس، مرة قرنبيط، مرة فراخ، مرة جزر، مرة بطاطس تاني، ورجعت حطيت الفراخ. يعني بعمل طبق من دي وطبق من دي يا حبايب قلبي. والرز ده هنحطه في الاخر خالص. انا دلوقتي اخر طبق الفراخ يا حبايب قلبي بحطها، هحطها كده كلها. وبعدين كده ايه، هنجيب الرز بتاعنا، انا غسلته كويس وصفيته، وهحطه ايه عليه. وهجيب بقى حلة معانا، وهنحط بقى ايه فيها شوية مية على شوية بهارات كده، ونحطهم ايه فيها. بس انا دلوقتي بعد ما حطيت الفراخ بتاعتنا، كان فاضل معايا شوية قرنبيط، هحطهم عليها كده من فوق. وهجيب الرز بتاعنا كده واسويه كده كويس بايديا، انا غسلاها كويس يا حبايبي، واسويها كده في الحلة من فوق. ونروح نجيب حلة كده فيها شوية مية حلوين، علشان انا مش عاوزة مية كتير يا حبايب قلبي احطها على الرز والخلطة بتاعتنا دي. انا جبت كده حلة صغيرة، حطيت فيها شوية ملح، وهجيب بقى البهارات بتاعتنا، ورق لورو وشوية حبهان ومرقة دجاج وشوية كركم وشوية كاري وسبع بهارات، واقلبهم كويس كده، واسيبها بقى اما تغلي، واحطها على الرز والمكونات بتاعتنا دي كلها، اسيبها بقى تغلي. وانتي لو عندك رز بسمتي اعملي بيه، هو بيبقى حلو قوي بالرز البسمتي. بس انا حبيت يعني ان انا اعمله بالرز العادي بتاعنا البلدي. تمام كده. هظبط الحلة بتاعتنا كويس واسيبها عشان تغلي. اول ما تغلي هدي عليها حبايب قلبي. هي كده استوت معانا، وابو مهاب ربنا يبارك فيه جه وقلب لنا الصينية بتاع الحلة بتاعتنا على الصينية. وكان ام مهاب معانا والاولاد، وكانت لمة حلوة، ربنا يبارك لنا فيهم ويعزهم يا رب. كده اكلتنا يا حبايب قلبي حلوة ولذيذة. واشوفكم بقى بفيديو جديد، مع الف سلامة.